السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي السيدات والسادة، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم رياضة في السياسة. في الرياضة يسقط الخاسرون بالضربة القاضية، وفي السياسة يسقط الخائنون باللجان الفاضية. في الانتخابات الطبيعية والحقيقية يبحث المرشحون عن صوتك، وفي انتخابات العار والتزوير يبحثون فقط عن صورتك. أما صوتك فهو مضمون، أو بالأحرى مضروب انقلابيا. أين ذهب 55 مليون مصري لهم حق التصويت ويعيشون على أرض الكنانة؟ لم يذهب منهم إلا مليونان 3 ملايين على أقصى تقدير وتفاهم. ومن ذهبوا أغلبهم من العواجيز المصدقين لإعلان العار، ممن حرمهم جمال عبد الناصر من التصويت عقودا، أو من المطيعين لقياداتهم الدينية بين حزب النور والكنيسة، مع غياب تام للشباب من الكنيسة. لميس الخياطة ورهام وإخوانهم وأزواجهم في الإعلام منهارون متخبطون مهمومون يكذبون أو يلعنون. الفشل في الحشد ليس فشلهم أبدا، هو فشل ذريع للشركة اليهودية التي تقود أوركسترا إعلام العار في مصر منذ يونيو 2012. اليهود لا يعرفون معدن أو طبع المصريين. الشركة اليهودية التي يدفع لها الانقلابيون مئات الملايين من الدولارات لتحسين صورتهم عالميا، لا سيما في الولايات المتحدة، وللتأثير على الشعب إعلاميا في الداخل، ها هي تسقط سقوطا فظيعا محليا بعد فشلها العالمي. الراقصون على الشاشات وأمام لجان الانتخابات وفي الأغنيات تحولوا إلى اللطم والعويل، إلى الاستجداء بين ترغيب وترهيب لحث المواطنين على النزول. اتضح أن التفاؤل واعتباره بشرة خير كان سرابا خاليا من الواقع، تماما كمن يركب حمارا في سباق للخيل.